السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورنا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوة. جربت تعملي شوية جرس فلاحي بالشوكولاتة؟ تعالى اقولك عملناها ازاي النهاردة بعجينة ناجحة 100%. وكمان لو عايزة تحبي تعملي مشروع مش هياخد معاكي تكلفة يامي، كوباية بس من السمني عملنا 2 كيلو من الجرس. يلا بينا نشوف عملناها ازاي بعجينة ملبن. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة حلوة كده من كل فلسطين وغزة. ويلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجه جبت كوبايه ونص من الميه الدافيه، عليهم كوبايه من السكر، وحطينا كيسين خميره فوريه. قلبتهم كويس جدا لغايه لما السكر داب معايا، وبعد كده غطيتهم لغايه لما تتفاعل معايا. دي نجاح الخميره يا جماعه. لو عايزه الخميره بتاعتك تعرفيها ناجحه ولا مش ناجحه، انا بحب اعمل الاختبار دي قبل ما احط اي حاجه في المعجنات. جبت هنا معلقه من البيكنج باودر او نص كيس على ال2 كيلو من الدقيق، وعليهم ذره ملح كده بسيطه. واحب هنا بحب اعمل المعجنات بتاعتي انخل الدقيق. هنا فايده الدقيق لما بيتنخل بيديك هشاشه حلوه خالص في العجينه عندك، وكمان تقعد معاكي من اول وحده لاخر وحده لما نخلتي عندك الدقيق. خلاص هنا جبت 2 كيلو من الدقيق نخلتهم كويس جدا، وبعد هنا منخلهم ونروح مقلباهم كويس جدا. المكونات الجافه اللي هي عباره عن البيكنج باودر والملح والدقيق، قلبناهم كده في كروانه كبيره اهو زي ما انتم شايفين. واقول لك ازاي النهارده هتسوي عندك الجرس. عملنا كميه كبيره ما شاء الله. واقول لك كمان النهارده تحتفظيها ازاي عندك في الفريزر، بتقعد معاكي من الشهر للشهر، تبقى شبه الملبن بالظبط من غير تسخين ومن غير اي حاجه. جبت هنا كوبايه كده من السمنه. طبعا ايه سمنه اللي انت بتستعمليها، يا سلام بقى لو سمنه فلاحي بجد تخلي الجرس عندك بتروح في حته تانية. حطيت هنا كوبايتك كده السمنه، سمنه عادي يعني، حطيت سمنه روابي بصراحه او سمنه جنه. طبعا هنا رحت بسيت العجينه. هنا بقى في المرحله دي اتبس العجينه عندك كويس جدا. انا حطيت اول حاجه كوبايه كده من السمنه، وبعد كده حطيت ربع كده كوبايه حسيتها اللي هي عايزه. عندي هنا كان شويه لبن مقطعين يعني لبن رايب وكده، ورحت حطاهم زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما بسيت العجينه كويس جدا بكوبايه السمنه او كوبايه وربع كده. طبعا في ناس تحط للكيلو او النص كيلو عليهم كوبايه سمنه ويحطوا زيت والكلام دي. انا عايزه اقول لكم اللي انا عملته بكوبايه وربع بس من السمنه، وخليت حبه هنا هعمل لك بيهم العجينه. جبت هنا الخميره بسم الله ما شاء الله اتفعلت معايا كده زي ما انتم شايفين كده. الخميره عندي ناجحه 100%. وجبت هنا وهبدا اسمي الله واشتغل بقى العجن بتاعي. هنا بقى في المرحله دي تعجني على قد ما تقدر. كل ما تعجن عندك في المعجنات تبقى نتيجه حلوه. طبعا معلش انا بعمل نفس اللي انا كنت بصور، في الاخر ما طلعتش اللي انا بصور. بعد ما عجنت العجينه ما يعني خدت معايا كوبايتين ميه تاني، وكل دقيق بيفرق عن التاني. طبعا انا هنا عشان كان عندي نص كيلو لبن رايب ورحت حطاه، واستعملت كوبايه ونص من الميه الدافيه اللي هم عجنت بيهم الخميره، وحطيت كوبايتين ميه تاني. في ناس هتقولي ده يامي، بس يا جماعه كل دقيق بيفرق عن التاني. خلاص كده العجينه بسم الله ما شاء الله سبتها تختمر معايا. بعد ما خمرت معايا طبعا عايزه اقول لكم ما كملتش معايا ليه، عشان عملت اختبار للخميره الاول. دي بيديك العجينه معاكي ناجحه معاكي، وكمان تخلي العجينه الدقيق وكده يخمر معاكي بسرعه. وحطيها في مكان دافئ عشان الجو ساقع اليومين دول، وتروحي تخمر معاكي بسرعه على طول. بسم الله ما شاء الله خلصت الكميه كبيره. عايزه اقول لكم ما شاء الله عملت معايا احلى كميه، وكمان احلى مشروع بجد كسبك ذهب من الجرس او المعجنات او الحلويات. بجد مشروع حلو. في ناس هتقول طب السمنه دلوقتي غاليه والدقيق وصل ل 20 جنيه، بس عايزه اقول لك انت كيلو واحد بتعملي منه اكتر من 30 قرصايه او 30 معموليه. عملناهي. جبت شوكولاته عندي جالب شوكولاته ابو 15 جنيه او ابو 20، جبتها كده ورحت مقطعه قطعات صغيره بالسكينه او بشراها يعني براحتك خالص. وتجيبي عندك العجينه اللي احنا عملناها مع بعض جرسناها كلها، وتروحي جايبه من اول وحده اللي هي ارتاحت تروحي عاملاها كده. تجيبي معلقه كده او نص معلقه من الشوكولاته وتحطها في النص، تروحي لما عليها العجينه وتروحي مبططاها، وترصي عندك في الصاج من غير دهنه زيت ومن غير سمنه ومن غير كمان ورق زبده. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين. بجيب هنا الجرصايه عند العجينه اللي احنا عملناها مع بعض قطعناها، وبعد كده تروحي مبططاها بطيطه بسيطه جدا عشان بس ما تبينش عندك الشوكولاته من فوق ولا تتخرب معاك، عشان ما تسيحش كده ويبقى شكلها مش حلو خالص من فوق. طبعا بسم الله ما شاء الله عملت كميه كبيره. عايزه اقول لكم انا عملت صاجين كبار، وعملت هنا 4 صواني زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله يعني عملت حجم كبير يا ما خالص زي ما انتم شايفين. ويعني الجرصايه
يعني كبيره، مش الصغيره خالص اللي هي شبه المعموله، لا عملناها كبيره كده محترمه زي ما انتم شايفين. طبعا هنا بعد ما خمروا سبتهم طبعا في ثواني، اللي هي الاخيره دي لسه ما خمرتش. اول صاج خمر معايا رحت حطاه في الفرن زي ما انتم شايفين، طلعت معايا شبه الملبن. عايزاها تقعد معاكي طريه بقى، ببخه ميه كده بسيطه روح مغطيها على طول بفضل المطبخ بعد ما يطلع من الفرن على طول، وتهدي النار كده على درجه حراره 160، ياخد اللون من تحت الاول، بعد كده مولع الشوايه. لو متاح عندك الاتنين هتولعيهم. طلعت معايا بالجمال دي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الجمال والحلاوه، مش عايزه اقول لكم بقى الريحه بقى طالعه تجنن. عملنا 2 كيلو من الدقيق بكوبايه بس من السمنه، ولا حطينا زيت ولا حطينا اي حاجه، وطلعت معايا بسم الله ما شاء الله بجد ملبل كده زي ما انتم شايفين اهو. لو عايزه تحتفظيها عندك في الفريزر هتحطي اكياس عندك نظيفه وتسيبيها تبرد خالص خالص زي ما انتم شايفين، وبعد كده هتحتفظيها عندك في الاكياس وتغطيه تقفليها كويس جدا وتحطيها عندك في الفريزر. هتقعد معاكي من الشهر للشهر وهتبقى معاكي شبه الملبن. لو حابه تطلعي وتفطري منها تروحي مطلعه كده وتسيبيها شويه بره على الرخامه، هتبقى معاكي في منتهى الجمال. طبعا دول الساده كانوش ليهم شوكولاته وكده، بس عامله ازاي. وعايزه اقول لكم ريحتها بجد خطيره خطيره، واللون بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسي. جربوها. وكمان لو حابه تعملي منه مشروع وتبيعي الوحده ب 3 جنيه زي بره، والله انت الكسبانه. حط لايك والسلام عليكم.